حاضر يا بتخبط ايه؟ الشقه هتطير. اتفضل يا باشا. عادي. اقف هنا. الاكل سخن؟ مولع يا باشا. ايه تتحركش من هنا عشان يمكن اجوع تاني. حاضر يا باشا. يلا اخد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عملت حسابي يا حسين. طبعا لا يا كاميليا. وبعدين انت مش كنت نايمه؟ ما انا بصراحه صحيت من كتر الجوع، واول ما سمعت جرس الدليفري قلت اكيد طلبت لنا اكل يا سونا. لا يا كاميليا انا طلبت ليا لوحدي، انت نايمه وضاربه طبق الرنجه كله. ما انت ضربته معايا يا سونا. حطيش ايدك على الاكل بتاعي. الباب بيخبط، عامل لي مفاجاه وطالب لي واحد تاني. ثانيه واحده، شكل الواد بتاع الدليفري. حاضر يا رب. ما لحقتش انا اخلص الاكل بالسرعه دي يا حبيبي. انت فين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا حسين؟ انت شايفه ايه ده يا كاميليا؟ شايفاه جواب. طب لما هو جواب بتسالي ليه ولا هو رغي وخلاص؟ انا قلت يمكن متهيألي. ده شكله وريحته جواب غرامي. انا كنت حاسه من زمان انك بتخوني يا حسين. انا اخونك؟ بعدين يا يوم ما اجي اخونك مع واحده بتبعت جوابات غراميه على البيت؟ ايه جو الابيض واسود ده؟ دلوقتي الدنيا اتطورت. لو هخونك على الواتساب، على فيسبوك، على تويتر. شفت؟ يبقى انت يا حسين بتخوني على الواتساب والفيسبوك وتويتر. اتهدى يا كاميليا على المسا وسيبيني اكل البيتزا قبل ما تبرد، عشان لو بردت هفرغ طبنجتي في نافوخك. مش هتاكل يا حسين غير لما تفتح الجواب. يبقى هيحصل مشكله ما بيننا يا كاميليا، لان الجواب ده لو طلع جواب غرامي فعلا من واحده معجبه ببطولاتي هتبقى ليلتنا سودا. ماشي يا عم قاسم الساهر، انا اللي هقرا الجواب. هقرا الجواب يا حسين. اقريه يا كاميليا واكتشف كل اللي فيه يا حسين. اقريه، انا ما بعملش حاجه من وراكي. ايه في ايه؟ شفايف في اول كلمه ولا ايه؟ احذر يا حسين. واعلم انك كما تدين تدان، فان الحياه يوم لك ويوم عليك، وقد جاء اليوم لتنقلب الكفة وتصبح أنت الخائف وليس أمامك مفر منا، إلا أن تحبس نفسك مرعوبا وخائفا يا حسين، حتى تأتي اللحظة الحاسمة يا حسين، وننتقم ونأخذ بثأرنا منك يا حسين، مع تمنياتنا القلبية بقضاء أيام مليئة بالخوف والرعب، إمضاء جماعة الرعب والتهديد يا حسين. يا نهار اسود، يا ليلة مهببة. يعني أنا يوم ما يجيلي جواب غرامي من داعش؟ هي فعلا ليلة مهببة، أهو طلع جواب غرامي. يا وليه انت ما بتفهميش؟ ما بتعرفيش تقري؟ مكتوب عندك في الجواب دول بيهددوني. ايوه يا حبيبي عارفه، بتهددك قصدك، وماضيانا كان ايه؟ جماعه الرعب والتهديد. كماليا انت عارفه يعني ايه جماعه الرعب والتهديد؟ يعني جماعتك يا حسين، يعني انت متجوز عليا يا حسين. يا نهار اسود، ده في بتنجان هنا يا كماليا، دول هيقتلوني. يا لهوي. لا مش خير، لا مش خير يا انجي، مش خير. لا انا عرفت من حسين امبارح ان هو قبض على عصابه اجراميه ومعاها اسلحه، وبصراحه شاكين يعني ان هم يكونوا جماعه ارهابيه. لا حول ولا قوة إلا بالله يا كوكي. يعني حسين كده الله يرحمه مات؟ طب وبعدين لو حصل لنا أي حاجة دلوقتي مين اللي هيلحقنا؟ مين هيساعدنا غير حسين؟ والله كان راجل طيب. يلا الله يرحمه بقى في داهية يا رب. إيه؟ الله يرحمه ايه يا انجي؟ انت هتفولي على حسين جوزي حبيبي، حرام عليكي، بدل ما تفكري له في حل، بدل ما هو محبوس في البيت. وحسين محبوس في البيت؟ يعني ما راحش القسم؟ لا ما راحش. انت بتضحكي على ايه يا انجي؟ مش قصدي والله، معلش. ما راحش، بعتوا له عسكري علشان يحرسه قدام باب العماره، بس الحقيقه ان انا اللي فضلت احرس العسكري اللي بعتينه عايز حراسه يا انجي. طب وبعدين وانتي جيتي ازاي؟ ها جاتك الهوا، جيتي ازاي؟ لا في انت اتطرشتي؟ بقول لك جيتي على هنا ازاي؟
لفوني في ملاية بيضة. بيضة؟ قصدي ملاية يا كوكي. اعمل ايه؟ هو والله العظيم حسين اللي قال لي اعمل كده، قال لي اهلفك حياتي يروح قلبي في ملايه وانزلك مقبوض عليكي في البوكس علشان محدش يعرفني. انا خايفه قوي. يا حلاوة، ومش بعيد علشان يسبق الدور بعت وراكي شوية عيال يزفوكي ويقولوا لك يا حلوة يا بلحة يا مقمعة، لبستي الملاية يا كوكي. يا حلاوة، ركبتي البوكس يا كوكي. يا حلاوة، وجيتي بيه لحد الجورنال يا كوكي. يا حلاوة، انتي سامعة يا كوكي. ايه يا انجي ده؟ انا اسفة انفعلت واندمجت. ايه اللي عملتيه ده؟ يعني ايه تلبسي الملاية وتيجي بالبوكس لحد هنا؟ في ايه يا كوكي؟ شبهتينا وشبهتي الجورنال. اعمل ايه بقى؟ ما هم اللي قالوا لي اعمل كده، وبعدين ما ده انا المره دي فلت، امال المرات الجايه هعمل ايه؟ انا خايفه قوي. مش عارفة عندي احساس غريب كده بيقول لي ان انت في ورطة، في مصيبة، مش عارفة. يا سلام، عندك احساس. بقولك جوزي مهدد بالقتل وانا في مصيبه واتلفت في ملايه، وانت لسه عندك احساس ان انا في ورطه. انا في ورطه صحيح يا انجي. معلش استهدي بالله يا كوكي. انا عارفة ان انتوا مقطوعين من شجرة وما تقلقيش. بصي، انا صاحبته انجي ما يقلقش ابدا. حبيبتي يا انجي بجد؟ طبعا. يعني انت هتقبضي على الارهابيين؟ لا مش قوي كده يعني، كان جوزك فلح. لا يعني انا هقدر استضيفكم في بيتي لحد ما المشكله تتحل. ايه رايك؟ لا يا انجي، لا 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 لا، انا عندي كرامه. لا 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 يمكن، لا يمكن، لا يمكن. نحن هنا. ياه، علي اتأخر قوي كده ليه النهارده؟ معلش، اصل هو عنده شغل كتير في الجورنان اليومين دول. اصل انا كنت عايزاه يوصلني لغايه شقتي فوق، اصلي بخاف اطلع السلم لوحدي. هو هيوصلك الحج؟ ده انت سلمتين وهتكوني في شقتك. ولد عيب يا سولي، عيب ده بدل ما تقول لها بات معايا. ايه بابا، ايه تبات معايا دي؟ نوها مش نيها، الولاد قاعدين. ما هو العيب مش عليهم، العيب على مامتهم اللي ابتدت التريقه الاول. وانا نطقت لسه؟ ما هو حضرتك وجده بقالك كتير قوي قاعدين هنا، ما بتعملوش اي حاجه غير انك انتوا بتتبصبصوا لبعض. سولي بيه. ايوه بصراحه احنا حاسين ان احنا قاعدين طراطير. ايه يا بنت ده؟ ايه طراطير وتبصبصوا؟ ايه الالفاظ دي؟ لسه توك ما انت واخده بالك. اتفضلي قولي لهم بقى. حاضر، ما انا هقول اهو. ايه الالفاظ دي؟ ها؟ دي تربيتي برضو؟ انا ما عرفتش اربي. اسمها بتظبطوا بعض، بتسقموا على بعض. يا ريتك ما نطقتي. وبعدين انتوا ايه اللي مقعدكوا اصلا؟ اتفضلوا ادخلوا ناموا. ادخل ازاي واسيبهم وهم في مرحله المراهقه المتاخره دي؟ ولد عيب كده. مامي هما مش هيمشوا بقى، احنا عايزين ننام. وانا كمان قصدي عيب كده يا مي. ماشي، انا هطلع بيتي قبل ما اولادك يطردوني. ليه يا حبيبتي؟ وانا رحت فين يعني؟ نعم. لا قصدي انا موجوده يعني، ما اسمح لهمش بكده ابدا. ماشي، تصبحوا على خير. لا استني يا ست سيادة، انا جاي معاكي. ولد، ماما في ايه يا انجي؟ في ايه اللي في ايه؟ انت رايح فين؟ طالع معاها اوصلها عشان في قط ذكر كل ما يشوفها يعاكسها وهي طالعه في الاسانسير. وانت عرفت منين بقى انه ذكر؟ ما اصل كل ما يشوفها يعاكسها وينونو عليها ويفضل يقول لها نيو دو. سيبيهم يمشوا بقى يا مامي، احنا عايزين ننام. ايوه مامي، لحسن هم ايقاعهم ستيناتي بطيء. ولد، ماشي يا سولي، ماشي انت ومي، حسابكم معايا بعدين. طب يلا بينا بقى، اصلا هتحاسبهم. يلا اتفضلي يا ست سيادة. مع السلامه. الله يسلمك يا حبيبتي. على مهلكم.
وبعدين بقى يا سوسو، الله، احنا هنفضل لحد امتى كاتمين حبنا؟ مش عارفه يا حوحو. حوحو، الله الله على حوحو دي، طالعه من بقك كانك واكله قرن فلفل حراق. حوحو. قرن فلفل لما يبقى يلهلب صدرك، ايه الفلفل ده اللي انت عايز تاكله لي؟ لا لا لا، انا ما اقصدش يا حبيبتي، انا بس يعني بعبرك عن فرحتي ان انت بتدلعيني. ما تكسفنيش بقى يا حوحو. يلا حوحو، طب ممكن تديني ايديكي؟ لا اتكسف. في ايه؟ انت فاهماني غلط، انا مش عايزه عشان حاجه كده ولا كده، انا بس عايزه عشان اخد بقى صباعك عشان لما انزل اشتري دبله الخطوبه. الله الله، بس انت ايدك كبيره قوي، ده كده الدبله هتتكلف. يا بخيل. لا مش بخيل ولا حاجه، انا مهما جبت لك حاجات ها قفشتكم قفشتكم يا فاجرين. لا لا لا، من فضلك يا دكتور ما تفهمناش غلط. غلط ايه؟ انا باصص من العين السحريه وشايفكم انت عمال ده انت فاضلكم 5 دقايق وتلعبوا عريس وعروسه. لا يا دكتور من فضلك، احنا ناس اكبر من كده بكتير، كبرنا على الحاجات دي. ايوه بس انا لسه ما كبرتش، يعني ممكن انا العب معاه. من فضلك يا دكتور عيب كده، وطي صوتك. وطي صوتي؟ انا لازم اقول لعلي. تقول لي عليه؟ طب ماشي بقى، انا برضو هقول للمدام ان انت كنت بتعاكس مرات مغاوري البواب. الوليه السودا الجرمانه دي؟ هقول كده، وهتبلى عليك وهكذب وهقول كل حاجه، وحلني بقى لما تثبت انت العكس، وب10 جنيه بس، 10 جنيه اخلي مغاوري البواب يشهد عليك. 10 جنيه؟ طيب خلاص، اناديها وتكملوا لعبوا براحتكم. حبيبي يا سمره. تعالي يا حاجه. بصوا بقى، اللي حصل النهارده ده كان في منتهى قله الادب. احترام الضيف واجب. ايوه يا مامي، بس دول أنا سيادة وجدو احمد، مش ضيوف يعني، دول قرايبنا. ايوه، ده سبب اكبر يخلينا نحترمهم اكتر. اسمعوا بقى، اي حد يدخل البيت ده يبقى ضيف، واجب احترامه واكرامه. يا انت مش شايفه كانوا بيعملوا ايه؟ انت عاجبك شغل المهارقه اللي كانوا بيعملوها دي؟ اسمها مراهقه. ايوه، ما كانش عاجبني بصراحه، كان اوفر قوي. بس برضو ما عجبنيش اللي انتوا قلتوه، يعني قعدتوا تقولوا لهم امشوا عايزين ننام، عارفين لو ابوكوا كان موجود كان زعل منكم جدا عشان امه طبعا. ايوه صح يا مامي، هو بابي اتاخر كده ليه؟ في الشغل حبيبتي، عنده شغل كتير جدا في الجورنال ولازم يبات علشان يخلصه. عموما يا مامي ما تزعليش، اي ضيف هيجي تاني هنعامله احسن معامله. ايوه يا مامي، احنا مش هنعمل كده تاني. حبايبي حبايبي، يلا ننام بقى. هو انا مضايقاكوا في السرير ولا انا؟ لا خالص خالص. طيب يلا ننام.